في هذا الفيديو غادي نرجعوا المحتوى ديالنا الاصلي واللي هو متابعة المواهب الصاعدة في اوروبا من اصول مغربية. وهذا الفيديو غادي يكون على موهبة من اصول مغربية تكونت في الاراضي الانجليزية ولعب مع احد كبار الدوري الانجليزي. في هذا الفيديو غادي نتعرفوا عليه بالاضافة غادي نشوفوا العلاقة ديالو بالمغرب. في نظركم واش غادي يكون في لاليست ديال وليد الركراكي؟ تفرجوا في هذا الفيديو وغادي تعرفوا. ولكن قبل ما خليكم مع الفيديو جبت لكم افضل قناة تيليجرام عمري كلوب للناس اللي باغا تدخل فلوس صحيحة في هذا الصيف. وشخصيا انا خدام بالتوقعات ديالهم ودخلت فلوس. غادي نخلي لكم اللين ديالهم في اول تعليق. اول حاجه اللي غادي نبداو بها غادي نعرفوا شكون هو هذا اللاعب. الاسم ديالو رايان زيسيغنون، العمر ديالو 21 سنه، من اب ايفواري وام مغربيه، ولكن اللاعب عنده فقط جنسيه انجليزيه حسب موقع ترانسفيرز ماركت. اللاعب كيلعب في مركز ظهير ايسر وتكون في اكاديميه نادي فولهام الانجليزي ولعب معاه في جميع الفئات السنيه حتى وصل الفريق الاول لنادي فولهام الانجليزي وقدم معاهم مستويات عالميه خلت الكبار الانديه البريمير ليج تخاطف باش تعاقد معاه. ولكن رايان فضل الانتقال الى نادي توتنهام الانجليزي، وفي اول موسم ليه معاهم بين بانه ظهير ايسر متكامل هجوميا ودفاعيا، ولكن لسوء الاسف في الموسم السابق تعرض لاصابه خطيره الرابط الصليبي، لحد الان باقي ما رجع. واللاعب مباشره بعد ما رجع من الاصابه في اول حصه ليه تدريبيه لسوء الاسف تعرض لإصابة جديدة، وإدارة نادي توتنهام الإنجليزي فسخت معه العقد بالتراضي، ورايان رجع إلى نادي الأم نادي فولهام الإنجليزي، وحاليا اللاعب في الاستعدادات للعودة من جديد للمنافسة. اما بالنسبه لعلاقه رايان بالمغرب، البارح صحيفه المروكان تالنت حطات بوست على كايدن زيسيغنون واكدت بانه من ام مغربيه وعنده الحق يمثل المغرب. وما ننسوش بان كايدن هو الاخ الاصغر لرايان، يعني حتى رايان عنده الحق يمثل المغرب. حاليا رايان ما عندوش جنسيه مغربيه، ولكن مستقبلا تقدر تكون عنده جنسيه مغربيه. على سبيل المثال براهيم دياز ما كانتش عنده جنسية مغربية وحاليا اختار المغرب وعنده جنسية مغربية.